دكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة. الوقفة كانت تضامنية مع الدكتور إياد الرنتيسي الذي استشهد أثناء التعذيب لدى الاحتلال الإسرائيلي، والدكتور عدنان البرش أيضا الذي استشهد أثناء التحقيق. المطالبة كانت واضحة بإجراء تحقيق دولي، لأن العائلات وكوادر الوزارة ووزارة الصحة لم تستلم حتى اللحظة جثث الشهداء ولم تطالب بالتشريح، فلذلك مطلوب تحقيق دولي يشمل تشريح الجثث ويشمل آثار التعذيب على هؤلاء الكوادر الصحية. طبعا هناك أكثر من كادر صحي موجود معتقل، أكثر من 400 معتقل، وهناك 500 شهيد أيضا من كوادرنا الطبية. لهم الاحتلال تحت التعذيب وبتعمد واضح، وأراد أن يرهب المنظومة الصحية والأطباء من